السلام عليكم يا جماعة، أهلي وحبايبي وأصحابي وجيراني وكل الناس اللي منورانا بألف خير. أنا بقى في شارع جمال عبد الناصر، شارع التاريخ، شارع جمال عبد الناصر. الله يرحمه ويسامحه. ساب لنا تاريخ طبعا، وكل الزعماء اللي في مصر طبعا بيسيبوا تاريخ في مصر، بالحلو بقى وبالوحش، بس إن شاء الله بالحلو يعني، عشان احنا ما بنشوفوش في مصر إلا الخير إن شاء الله، عشان مصر أم الخير، أم الدنيا. فطبعا لما مصر تبقى أم الدنيا طبعا احنا طبعا طبعا بنبقى في خير طبعا، طول ما مصر ام الدنيا طبعا، عشان مذكوره في القران. احلى زعماء طبعا في مصر مسكوا مصر، كل الزعماء اللي مسكوا طبعا كانوا من الجيش اصلا، يعني كل الزعماء اللي مسكوا في مصر كله من الجيش. فطبعا ان مفيش حد، ما ينفعش اي حد بره الجيش او بره، يعني بره الجيش بالاخص يعني، يمسك مصر او يبقى رئيس في مصر تاني غير هم اهل الجيش، اللي هو اهلنا برضو وناسنا والناس الحلوه اللي ماسكه حاليا. هم يعني اللي بيمسك في مصر هم الجيش، عشان طبعا عارف كل حاجه عن مصر، ان هو كان راجل في الجيش طبعا، فعارف كل حاجه عن مصر. فطبعا اللي هيجي يمسك طبعا اي حد تاني مش فاهم اي حاجه طبعا، مش فاهم اي حاجه خالص، مش هيبقى فاهم حاجه خالص، زي الناس اللي جت مسكت مش فاهمه اي حاجه خالص. فطبعا ما ينفعش حد يمسك مصر غير اهل مصر، اللي هم الناس اللي هم يعني اللي هم من الجيش نفسهم، لان هم احسن ناس بصراحه. يعني انا دخلت جيش، احلى ناس اتعاملت معاهم هم الرتب الكويسه اللي هي يعني كل ما بتعلى في الرتبه كل ما بتقابل ناس كويسه جدا جدا في قمه الاحترام وقمه الادب يعني، هم الجيش. إيه، طبعا معانا الزعيم بتاعنا، احلى زعيم طبعا، احلى رئيس طبعا، الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا، ده زعيم من زعماء مصر برضه. مروق الناس والله بصراحه، الله يبارك له يعني. يعني احنا، يعني انا دلوقتي يعني، احنا طبعا في مصر طبعا كل الزعماء اللي مسكوا في مصر طبعا سابوا تاريخ لن يتكرر مره ثانيه يا جماعه والله. حتى التاريخ اللي احنا فيه حاليا لن يتكرر يعني، حتى اسامي الشوارع، يعني احنا هنا في شارع جمال عبد الناصر، او الزعيم جمال عبد الناصر الله يرحمه. وطبعا ده تاريخ طبعا في مصر باسامي الشوارع، زي ما في شوارع كده باسامي زعماء واسامي شهداء طبعا استشهدت وناس يعني ربنا افتكرها يعني، في زعماء موجودة لسه بتكمل باقي مستقبل مصر، أو لحياة أفضل في مصر، عشان الناس تعيش حياة جميلة يعني، زي اللي احنا فيها في مصر حاليا. وطبعا في مصر طبعا أم الدنيا طبعا، عايشين عشاء حياة جميلة، ودنيا أجمل طبعا بناسها طبعا الحلوة. أهم حاجة ناسها الحلوة الطيبة. يعني أنا كنت جايب ناس دلوقتي هنا في شارع مصطفى كامل هنا، في شارع جمال عبد الناصر. آه، واحد يعني صاحب واحد صاحبي يعني، ربنا يشفيه ويعافيه يعني. وطبعا باجي شوارع جميله جدا، وبقابل ناس كويسه جدا في مصر، ان مصر فيها ناس كويسه جدا، للاسف مش ظاهرين، بس هم موجوده ناس كويسه لسه في مصر، لسه في مصر اهلها طيبين، بس مش كل الناس يعني، ولا كل الناس حلوه ولا كل الناس وحشه. زي ما في اسامي باسامي زعماء في مصر، عندنا برضو اسامي باسامي العائلات في مصر، اسامي مثلا شوارع واسامي ناس كتير جدا. سموا بقى اسامي الشوارع
ان هم بيبقوا اصل المكان نفسه، يعني هم اصل المكان نفسه، زي شارع احمد زويل عندنا في دمنهور، زي شارع العالم طبعا ابراهيم اللقاني الله يرحمه طبعا في القاهره طبعا. دي بتبقى شوارع باسامي اهل المكان نفسه او اهل البلد. شارع جمال عبد الناصر ده يعني شارع جميل جدا يعني. طبعا هنخش كده 45 ان شاء الله.